قوة عسكرية، لو النتن يعرف ان احنا ضعفة مش هيتوانى انه يجي عندي هنا في 5 دقايق. انما هو يعمل ذكر على اي حد فيكو يجي عندنا هنا يعمل نعجة. مفيش طيارة تعرف تعدي من المجال الجوي المصري. اول حاجة يا استاذ محمد، الديون بتاعتي انا بصرف 10.5 مليار دولار على اللاجئين بقالي 15 سنة، وهو ده سبب ان انا ابتديت اعمل البثوث دي. انا اولى. استاذ يلمز التركي بيقول ان اردوغان خد 5 مليار من الاتحاد الاوروبي، انا لسه ما خدتش حاجة في مصر. فانا مش بس عملت كل الانجازات اللي انا كحسن اعرفها ومانيش متعمق في الانجازات. مين اللي اتصرف؟ قصدك على مين اللي اتصرف؟ اوكي، انا مش متعمق في الانجازات، بس الحاجات اللي انا اعرفها اقعد كده على القنوات المصريه وهم بيجيبوا الانجازات المصريه. انا عندي 12 مليون. ما هو يا استاذي الفاضل، خليني بقى ايه، ما تدينيش اسئله تانية يا استاذ محمد يا سوري. اوكي، علشان انا جاوبك في ده. انت بالك عندي هنا 15 سنه. ثواني بس، علشان انت لما جيت مصر انت جيت من الحرب. انت وقت الحرب ما كانش فيه بنوك. وقت الحرب ما كانش فيه بنوك. رحت سحبت فلوسك وجيت بيها مصر. هو فعلا كده يا استاذ عمر. اوكي، بس خليني بس اكمل يا استاذ محمد. فانت ما سحبتش فلوسك وذهبك وجيت بيها على مصر. فلوسكو دي جت منين وانتوا جايين الله اعلم، بس اللي انا اعرفه يا استاذ محمد ان انتوا كنتوا في الجوامع وبتشحتوا في الشوارع. وانا اشتريت من السوريين في سنة 2015 كانوا بيبيعوا في الشوارع بضاعة زي انا شاري ساعتين سواتش. اوكي، ساعتين سواتش في 2014 2015. ساعتين سواتش من ميدان الشيراتون من واحد سوري ب 50 جنيه الساعة اصلي. وكان بيبيع جواكت جلد وكان بيبيع حاجات سوري. بيقول لي يعني انت سارق بضاعة وجاي لي بيها مصر قبل اي حاجة. ساعتين سواتش اصلي انا اشتريته منه في ميدان شيراتون. يا حبيبي ما هو انت شغال، لا معاك ورق ولا بتدفع ضرائب، وبتسرق كهربتي، وجاري تحتيه مشغل التكييف خارجي عن العداد وبلغت عنه، وجت شركة الكهرباء اداهم. لان احنا برضو الفساد زي ما بيقول من الاستاذ عمر كده. انا حاطط اكتر من فيديو عن الفساد في البيوت المصرية، يخش يتفرج عليه لان الفساد عندنا جوه البيوت. احنا ما احناش ملايكة. اوكي، بس انت بقالك 15 سنة في مصر ما بتدفعش ضرائب، ما بتدفعش كهرباء. انابيب الغاز المدعومة انت بتاخدها عندك في المطاعم والحلويات، مصانع الحلويات بتاعتك. انت ما جيتش تستثمر عندي عشان تفتح كشك تبيع فيه عبوات تكاوي ولا بقالة. الاستثمار اللي هو محل بقالة ولا هو محل خضار ولا هو تكاوي. اوكي، المصانع، مصانع اللبس بتاعتكو كنتوا بتستخدموا فيها الكهرباء بتاعتي جوه بيوتكو اللي هي بالسعر المنزلي وبتسرقوها برضو. كل ده بيجي من جيب مين؟ والنهارده لما بقول لك قنن اوضاعك انت مش عايز تقنن اوضاعك. ادفع فيزا انت مش عايز تدفع فيزا. اعمل مش عارف ايه انت. ده انا بتكلم على الشريف.
أنا باتكلم على الشريف، أنا ما اتكلمتش بقى على 70% من الفترة اللي فاتت ديّة شبكات الدعارة، مخدرات، شغل غسيل أموال، على ده، على ده، على ده، على ده، وكل دول لا ما تتكلمش على بُص أنت كل أوروبا النهارده بتطرد اللاجئين وخصوصًا أنتم، خصوصًا السوريين بيتطردوا، كل أوروبا، أوكي، واللي بنى آآ ألمانيا نسوان ألمانيا، هم اللي بنوا ألمانيا، ارجع كده بقى بالتاريخ للحرب العالمية التانية، اللي بنى ألمانيا النسوان، عشان الرجالة ماتت كانت في الحرب، تمام؟ ما تقوليش بقى إن لا يا باشا، لا، 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 لأ. طب ما انا لو انت رجعت برضو بالفيديوهات القديمه بتاعتي هقول لك على السوريين اللي باعوا عيالهم في السويد الشقر، العيل كان ب20,000 دولار في السويد والدنمارك، كانوا بيبيعوا العيل الاشقر السوري ب20,000 دولار. ليه؟ علشان هما ما بيخلفوش ومحتاجين عيال، فانتوا بعتوا عيالكم هناك. الكلام ده جالي من اوروبا، الكلام ده مش جالي من النت، الكلام ده جالي من الناس اللي عايشه هناك، لان انا زي ما قلت في البثوث بتاعتي جيلي كله منتشر في اوروبا وكندا وامريكا. مش شو دخل، انا بقول لك انت النهارده، يعني انا بقول لك انت اتكلمنا على مصر، انت قلت لي المانيا ومش عارف ايه المانيا، وبعدين الاستاذ عمر بيقول لي انتوا 5000 بس في المانيا. يا حبيبي الدكتور ما دكتورش يا استاذ عمر، انا ما يهمنيش الموضوع ده، انا اللي يهمني بلدي، انا جاي اتكلم هنا عن مصر، انا مش جاي اتكلم على حد تاني، تمام؟ فلا، انا عندي الاحتياطي الدولار بتاعي اللي بدل ما اصرفه على 100 مليون مصري انا بصرفه على 140 مليون. واحده جوزها عايش في قطر، في قطر، وجايه بتدفع عندي هنا $25 كل 3 شهور فيزيت سياحه، بحجه ان ابنها في المدرسه، وجايبه بقى امها تتعالج، فجايبه كل عيلتها مع امها، وجايبه خالتها تتعالج، فخالتها جايبه كل عيلتها مع امها. زي كده السوري أو الفلسطيني يجي يتعالج جايب كل العيله معاه. ومش كده بس، انت بتدفعي هنا $25 في كل 3 شهور، في الخليج بتدفعي $2000 في السنه، ادفعي لي انا كمان $2000 في السنه على الراس. هقول لك اوكي، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. الفلسطيني اللي جاي بيتعالج مكان المصري راجع هناك باربعه وخمسه ايفون، والمعونات بتاعتي اللي راحت له لبن الاطفال مش عاجباه بيفضيها، بيقول للسيسي مش عايزين حاجتك. فهو شحتني وانا سيدك، وانا هنا اطفالي مش لاقيين لبن اطفال، انا بديك لبن الاطفال ببلاش، وانا هنا اطفالي مش لاقيين لبن اطفال. زي تمثيليه محمد سلام اللي حكيت لكم عليها، لما خلف 5 ومراته جابت 5 ولا 6، وعلشان ياخد يعني سمحوا له بعلبتين لبن اطفال ببلاش للست شهري. لا انا اولى، لا مؤاخذه، هو مش شحتني وانا سيدك، وما يكونش ابني جعان واكل ابن الجيران.